سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير عليكم جميعا. النهاردة هنصور كده البط والفراخ مع بعض، وهنعمل كده خلطة كده ليهم. فما شاء الله بتخلي الفراخ معاكي تكبر وتبشر البيض بدري، والبط كمان بنفس الطريقة. وفي نفس الوقت بتساعد لو انت بتربي الطيور في مكان مقفول ومفيهوش تهوية، فالمكون اللي انا هحطه على العلف بتاع الطيور حلو جدا. وكمان هحط كده معلقتين 2 كده على المية، وهم دول سر نجاح دورة البط والفراخ معاكي، وهيخليهم ان شاء الله يعني يبشروا للبيض معاكي بدري. طبعا دي الفراخ اللي هي البلد المشعر، وكمان معاهم البط الخليط المسكوفي، الاتنين مع بعض ما شاء الله. فانا عشان هعمل لهم بقى اليوم اللي هعمل فيه الخلطة بحط الاتنين مع بعض، للبط وللفراخ. ده ايه بقى؟ ده المكون اللي هو اللي انا هحطه على الاكل بتاعهم. ده بيساعد على الهضم، وكمان بيساعد الطيور على التنفس، وبيفتح الشهية، ومش هيكلفك اي حاجة. لو جبت ب2 جنيه كده. طبعا انا هنا بقطفه كده، وشايفين الفراخ اول لما برملهم بيبتدوا ان هم يهجموا عليه وبياكلوا منه. فده يعتبر فتح شهية حلو جدا ومغذي. لو عايزة الطيور بتاعتك ما تكونش دهون وتلاقيها بتاكل الاكل اللي بتحطه لهم على طول، حاولي انك انت تنوعي لهم، تحط لهم اي نسبة من الخضار عندك. طبعا ده النعناع اللي هو الاخضر، ببتدي كده ان انا اقطفه وارمي الفراخ، وهحط برضو على المكونات الاكل اللي معايا ده. بس يا ريت لو انت لسه بتشوف القناه بتاعتي لاول مره تعملوا اشتراك، ويا ريت كمان تعملوا كده لايك للفيديو، علشان اللايك بيرفع من الفيديو فبقوم مكمله معاكم. طبعا اول لما برملهم النعناع بيجروا عليه، هما متعودين عليه. ده ايه؟ ده العسل الاسود. ده كان ده برطمان عندي، فببتدي كده ان انا ايه هاخد منه حوالي عن 3 معالق كده من العسل، هحطه على الاكل اللي معايا ده. وده الاكل ده ايه هنشوف كده مع بعض. شايفين اهم حاجة طبعا الاهتمام والرعاية للطيور، هي اللي بتديك الانتاج اللي بتشوفه ما شاء الله. طبعا الاكل ده عبارة عن ايه؟ ده العلف، نسبة علف بياض على نسبة علف 23%، شوية كده وشوية كده. والعيش كمان المتقطع برضو مقطعه لهم العيش اللي بيكون صيدا عندي، ببتدي ان انا اقطعه لهم. وابتديت ان انا قطفت كده النعناع، ربطة النعناع اللي كانت معايا دي حطيتها كمان عليهم. وهحط برضو مكون كده على المية. ده بقى العسل الاسمر كده، انا حطيته بمقدار 3 معالق على حسب بقى العدد اللي عندك. لو عندك عدد اكتر من كده هتزودي. طبعا العسل ده منشط كبد، بيرفع الوزن، بيزود وزن الطيور. كمان الخلطة دي عليها مكون كمان، وهو الفول اللي هو المدشوش، او كسر الفول. لو عندك كسر فول حطه لهم مع الخلطة دي. الناس اللي هي بقى عايزة تذبح من الفراخ، الخلطة دي يعتبر كده ايه بتزود في وزنهم جدا جدا. طبعا الخلطة دي بتخلي الفراخ تزيد معاكي في الوزن، وتبشر معاكي للبيض هي والبط. وده العسل منشط كبد وفاتح الشهية، وبيحمي كده الطيور من الأمراض. فما شاء الله الفراخ دي، الناس اللي بتسألنا عن نوع الفراخ دي الفراخ البلدي اللي هي المشعر، حلوة وجميلة جدا في إنتاج البيض. طبعا بتنتج إنتاج حلو خالص. الفراخ اللي هي الكبيرة أنا بصور معاكم وأنا بجمع البيض بتاعهم، كويسين في الوزن وفي قليل البيض، حلوين خالص. ابتديت بقى ان انا ايه بحط لهم كده الاكل،
فبياكلوا ونص ساعة كده بلاقيهم خلصوا الطبق اللي فيه الأكل ده كله، بيخلصوه على طول. كله طبعا على حسب الاهتمام والرعاية، يعني لو انت بتهتم بالطيور بتاعتك صح وبتغذيهم، مش مهم ان هم ياكلوا وخلاص ويشبعوا، لأ. طبعا مفيش احسن من الخلطات. دي بتغنيك عن التحصينات. الفراخ دي متربية كده من غير تحصينات ولا أدوية ولا كلام ده، ولا أي حاجة من الكلام ده، كله بالأعشاب وبالخلطات. طبعا لو هتعمليها مرتين في الأسبوع هتكون مفيدة جدا ليهم، وهيدوكي إنتاج عالي، وهتلاقيهم كبروا معاكي. طبعا ما شاء الله المكان واسع خالص، والشمس برضو داخلة المكان بسيط كده، وده أهم حاجة علشان تشد عظم الطيور، وعلشان المكان اللي هم فيه يفضل ناشف وفيه تهوية كده فتقوم تلاقي الطيور بتاعتك بتمشي كده معاكي وتكبر بسرعة الصاروخ ما شاء الله. هو ده السر بقى اللي بيخلي دورة الطيور تكبر معاك على طول. ده طبعا كيس الخميرة الفورية. انا هعمل انا هاخد الكيس ده احط مقدار معلقة على السقاية بتاعة المية دي، معلقة واحدة كده على المية، وهوزعها يعني. وعلى المية اللي هو العلبة بتاعة المية التانية برضو هحط شو يعني نص الكمية على العلبتين، اوزعهم عليهم علشان الفراخ كلها تبتدي ان هي تشرب. اهم حاجة طبعا ان الطيور بتاعتك لو هتحط لها الخميرة ما يكونش فيه اسهالات، لازم تتأكدي تماما ان مفيش اسهالات خالص. طيور سليمة يعني، عشان ما تزودش الاسهال عندهم هي والعسل. انا هنا علشان طبعا اي حاجة بعملها للطيور بنزل معاكم مقاطع من الفيديوهات دي. كيس الخميرة ده مش هيكلفك اي حاجة، وفي نفس الوقت بيرفع في الوزن وبيفتح شهية الطيور، بخليهم كده وزنهم يعلى، وبتساعد كمان الطيور اللي هي اللي بتبيض برضو بتعملها لهم على المية، بتكون حلوة جدا جدا ليهم. وانا كنت نزلت من فترة كده برضو فيديو للفراخ اللي هي الكبيرة، برضو كنت حاطه لهم الخميرة. فطبعا الحاجة لما بتجيب نتيجة اكيد خلاص الخلطة دي بنعتمد عليها وبنكررها لأي دورة بط أو أي دورة فراخ جديدة. ده كان فيديو النهاردة، حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.